السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. آخر أخبار التعليم، وإن شاء الله هننقلها لكم من الموقع الرسمي ومن الخبر الرسمي اللي قصادكم. كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم الفني أن الوزارة سوف تقيم الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام الحالي حال استقرار على عودة الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن كل المؤشرات تشير إلى عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني نهاية فبراير المقبل بشكل طبيعي، خاصة أن إصابات كورونا في تراجع مستمر، قائلة: عودة الدراسة يعني تقييم الطلاب مباشرة عن مناهج الفصل الدراسي الأول. وأوضحت المصادر في تصريح خاص أنه لو تم أو لم تتم عودة الطلاب للترم الثاني، وهذا أمر مستبعد، سيتم تأجيل امتحانات الترم الأول لنهاية العام، أي سيؤجل الاختبارات لشهر مايو حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي التي تشير إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني في مايو 2021، لافتة إلى أنه سوف يستكمل العام الدراسي أونلاين حال عدم العودة. يعني لو الطلاب ما امتحنوش بعد شهر فبراير، والوزارة بتقول ان ده شيء ممكن يكون مستبعد شوية لان الحالات عمالة تقل، هي الحمد لله، فالطلاب هتمتحن في شهر 5 ومفيش بدايل تانية. ده رد قاطع، يعني ده القرار النهائي ان مفيش بدايل تانية زي ابحاث او كده، وان هيكون في امتحان دمج في الاخر السنة اللي هو في شهر مايو. اما بقى بالنسبة لأولى ثانوي وتانية ثانوي، أكدت وزارة التربية والتعليم ان امتحانات الفصل الدراسي الاول لم تلغى بل تم تأجيلها، موضحة أن الصفوف من رياض الأطفال الثالث ابتدائي لا توجد امتحانات لهم طبقا لفلسفة نظام التعليم الجديدة، حيث يتم تقييم الطلاب من خلال مهارات فردية وجماعية، ويسلم ولي الأمر تقريرا عن أداء ابنه بكل فصل دراسي من قبل معلم الفصل. أما الصفين الأول والثاني الثانوي، دول مهمين جدا، ستعقد امتحانات الترم الأول لهم إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو من المنزل، وده يأكد لنا انها احتمال ممكن تبقى من المدرسة، واحتمال كمان موجود انها تبقى من المنزل. أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، تجهز الوزارة عدة طرق وآليات للتقييم أولها أداء الطلاب الامتحانات في المدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما قد يتم تأجيل امتحانات الترم الأول الفصل الدراسي الثاني، ويتم تقييم الطلاب من خلال امتحان واحد نهاية العام الدراسي. وزي ما قلنا، مفيش نية أو مفيش أي إفصاح عن نيتهم لتقييم أبحاث أو إقامة أبحاث أو الكلام ده كله. الأيام الجاية تكشف لنا إن شاء الله إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيبقى موجود وإيه الحالة اللي إحنا هنكون فيها إن شاء الله في شهر فبراير، وهل هيتم زيادة الحالات أو الحالات هتقل، والكلام ده كله هنتابعه مع حضراتكم. فما تنساش إنك تشترك وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد وتتابع كل جديد. نشوفكم في فيديوز جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.